محدش بيعمل كده يا جماعه. هيقول لك انت عايز جوزين، بيصور لك جوزين كده، يقول لك كده الحمام اهو، انا عندي حمام لحم واورده لك كده، انا ببيع كده، يمسك لك اي جوزين من الارض كده يبعتهم لك. لكن من السلكه كده وعنده حمام شغال كده، والله ما هيبيع لك تعبه كده الا ان كان حاجه فيها عيب، الا ما رحم ربي يعني. ده نادرا يعني، اللي ما حدش هيستغنى عن تعبه كده ويبيعه لك كده. اهو بسم الله ما شاء الله. القص على فكره يا جماعه اهو، القص اللي قلنا عليه ب 500 جنيه، اول قص اتباع والله. اكتر قص جه عليه طلبات اللي احنا قلنا عليه ب 500 جنيه. يمكن هو بيقول لي انت بتبيع بقى غناوه علشان القص ده اول قص اتباع، واكتر قص الناس كانت عايزاه. اهو بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للي هياخدهم. اهو بياكلوا الزغاليل بسم الله ما شاء الله، وزغاليلهم عايزه تاكل. هي ده اللي احنا عايزينه من الحمام اللحم، ان انت تربي القص اللي هو ياكل زغاليله، واللي هو يراعي الزغاليل ويراعي البيض. هو ده اللي احنا محتاجينه من الحمام اللحم. انت عايز منه ايه غير انه هو يطلع لك زغيل بحجم كويس؟ زي ما اتفقنا قبل كده ان هو مره هيلحم العش في العش ومره يتاخر شويه. القص ده المره اللي فاتت باض والزغاليل يمكن اصغر من كده، المره دي ممكن يتاخر عن كده. انا مش مشكله عندي، انا المهم حاجه عندي ان هو يطلع لي جوز الزغاليل، جوز زغاليل محترمين. ده اللي انا عايزه من قص الحمام اللحم. انا مش عايز اكتر من كده. يتاخر مره يبدر مره، ما اشغلش بالي بالحكايه دي. دور على انك تاخد زغلول كويس، ده اللي انت تهتم بيه. طول ما انت الحمام صحته كويسه هيعطيك زغاليل كويسه. طلع الزغاليل ضعيفه مره، اسال عن العلاج، ما تقولش الحمام فيه عيب. حاول ان انت تعالج الحمام، حاول تاكله كلفه كويسه، اهتم بالفيتامينات، بالاملاح المعدنيه، التحديق اللي انت بتحطه في الطاجن، حاجات كتير قوي تخليه ان هو انتاجه يكون الزغاليل ضعيفه، او ان هو ما يلحمش العيش بالعيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى. فيديو النهاردة بعد ما عرضت الحمام للبيع في الفيديو اللي فات، جاء تعليق طبعا. حمام كتير اتباع ولسه في حمام. النهاردة احنا لسه يعني انا عرضت الفيديو يوم الاربعاء بالليل، يعني امبارح بالليل، واحنا دلوقتي العصر. في حمام كتير اتباع وفي حمام لسه ما اتباعش، بس بننتظر الناس اللي مكلمينا من زمان، معذرة يعني الناس اللي مكلمينا من زمان على الحمام، عشان ما يرجعوش يقولوا ان انت ما قلتش ليه وان احنا كنا عايزين الحمام. ده اللي احنا بنستناهم. معذرة والله بيجي طلبات للحمام، بقول لهم استنوا من يوم السبت علشان نعطي فرصة للناس اللي كانت طالبة حمام من زمان. لكن هو مش ده موضوعنا. انا حبيت اقول لك بس عشان الناس اللي لسه عايزة تشتري حمام. موضوعنا ان في تعليق بيقول لي انت بتبيع بيع غناوة. ببيع بيع غناوة. طيب ليه بيقول لي ان انت بتبيع بيع غناوة؟ هو علشان انا عرضت لك الحمام بكل امانة، وقلت لك كل حاجة، وعرضت لك كل قص كده في السلاكة، وقلت لك ده رقم كذا وعيبه ايه وشغال ازاي. انت يمكن شفت الحمام ده دلوقتي وهو بتتم عملية التزاوج قدامك. الحمام ده انت لو تعرف انا تعبان فيه قد ايه طول فترة من الشتاء لحد دلوقتي، احنا داخلين على الشتاء تاني، وان انا بجهز في الاسس دي كلها عشان ابيعها. بحصنها لك وبعالجها من الامراض وبراعيها، بعطيها احسن الفيتامينات واغلاها، وبنستخدم اغلى الادوية. على فكرة القص ده يا جماعة اللي هو الريش بياكلوا الاهالي بتاعتهم، ان انا بعالجهم، بعطيهم املاح معدنية. اللي في حد قال في تعليق ان هم الاهالي هتفضل تاكل في الريش كده. لا على فكره الريش بتاعهم طلع كتير، قال لي مش هيروقهم وهيفضلوا كده. الريش بتاعهم طلع كتير، وقلت له هصورهم لك بعد فتره قليله خالص. والله كده الريش بتاعهم يعتبر نصه طلع تمام. فيعني كل شيء له علاج ان شاء الله. نرجع لموضوعنا اللي هو ان انا بجهز في الاسس دي كلها عشان اعرضها لك بكل امانه. طب ما بدل ما تقول ان انت بتبيع بيع غناوه، قول لي ان انت بتبيع بامانه. ما تيجي نعكسها كده واقول لك بامانه ليه. انت فاكر ان الاسس دي ان انا بحط اي حاجه في السلاكه؟ لا والله، اقسم بالله القص اللي ما بيعجبني، تعال نشوف بره كده، القص اللي ما بيعجبني انا بخرجه في السطح كده، بلاقي فيه عيب في اي حاجه فانا بخرجه بره كده. تعال نشوف. اهو ده الحمام اللي بلاقي فيه حاجه بخرجه في السطح كده،
لي انا بحطه لي انا، فيها عيب بخليه لنفسي. ده مثلا اهو، ده قص كان كويس جدا، النتاية طلع فيها حاجة زي كده، النتاية رجلها ورم زي كده اهو، هنشوفه هنا في الرجل دي طلع فيها حاجة كده زي خراج، زي فسفوس، زي اي حاجة زي كده. هل انا ابيعه او اسيبه في السلاكة؟ لا، ما بسيبوش في السلاكة، عشان تعرف ان انا تعبان قد ايه، عشان اجيب لك الحاجة الكويسة اللي انا بشوفه، واللي فيه شيء انت خدت مني قص لقيت فيه شيء، انا بعوضك، ما بقولكش لا الحمام مش بتاعي. وده من احسن الحمام على فكرة، اللي انت شايفه ده من احسن القصوص، لكن هو فيه العيب اللي في رجله ده. هل ده يمنعه من الانتاج؟ لا، ما يمنعوش من الانتاج، لا، لكن انا مش هعطيه لحد. ده مش هيمنعه من الانتاج، انا مش هعطيه لحد. زي ما انت شايف كده هم بيحاولوا يعششهم في المكان ده. ده مثال القص اللي بيبيض بيض فارغ بسيبه هنا، ما بخليهوش في السطح كده. ويمكن صاحبنا ده اللي قال ان انا ببيع بيع غناوه، عشان ان انا قلت يا جماعه مثلا القص ده ب 500 والقص ده ب 450 ومحدش يقول لي حاجه. طب ما انا قلت على القص ده ب 300 وهو في السلاكه برضه. هل هو القص ده وحش؟ لا والله مش شرط ان هو يكون وحش، ممكن يكون احسن قص، بس انا لسه ما جربتوش، هو لسه شباب لسه محصاش، ممكن يطلع احسن حاجه وممكن ما يطلعش. انا قلت لك مثلا ب 350 مثلا او 300 ايا كان، انت ونصيبك. لما قلت لك ما لهوش ضمان، اما اللي انا قلت لك عليه ده بضمان يبقى بضمان، تمام. لكن هتقول لي انت بتبيع بيع غناوه، اللي يخليك تقول لي ان انت بتبيع بيع غناوه ما تقول لي، اسالني سؤال تاني، قول لي السلكات ديت ما فيش فيها حمام فيها عيب؟ لا يا جماعه، والله ما بسيب حاجه، اللي ما بيعجبنيش بخرجه بره. هنا كده شايف السطح كده في اللي بره ده، انا اللي ما بيعجبنيش بخرجه بره، يشتغل بقى ما يشتغلش هو بتاعي، اعالجه ما يتعالجش انا سايبه لنفسي. لكن الاسوس اللي بخليها في السلاكه، ما انا مش هسيب السلاكه اكل واشرب، السلاكه بتاخد مجهود، اكل واشرب في قص ما فيش منه فايده، ما كانش منه فايده انا مش هخليه في السلاكه. والحمد لله اللي في السلاكه معظمه شغال، ما عدا ده اللي احنا قلنا بنجوزه مثلا مع بعض اهو، شايفه ما شاء الله على وشك ان هم يحصهم زي ما قلت بالظبط في الفيديو. انا بعرض لك الفيديو بكل امانه، مش بعرضه لك بغناوه. في فرق. لو انت ما انتش عاجبك طريقتي دور على حد، مثلا انت محتاج حد ما يكونش بيبيع غناوه، عايز يبيع اللي هو بيصفي الحمام لسبب ما، واحنا عارفين معظم اللي بيصفي الناس ما بتحاولش انها تعالج الحمام، يعني اللي بيصفي ده اما الحمام بتاعه تعبان او ان هو مسافر، فيه ما هنقولش كله، فيه اللي بيسافر، فيه اللي زهق من الحمام. دور على اللي زي ده، هيكون فرصة ليك. انت بتحتاج، ما انتش عايز حد بيبيع بيع غناوة، فدور على اللي بيبيع وهو. اما انا غاوي، انا مش تاجر يا جماعة، انا مش تاجر ان انا بشتري الحمام من هنا وبيعه من هنا تاني يوم ما اعرفش عنه حاجة. لا، الاصل اللي انا ببيعه لك ده عشرة معايا، انا عينه ومربيه من وهو زغلول، كل ده انا مربيه من وهو زغليل فعارفه. مش بجيب حمام تعبان من السوق مثلا وبعرضه لك اهو. احنا لسه مش بنتكلم اهو، احنا بنفضي السلكات دي ان شاء الله هنبيع اللي في السلكات ده، احنا بنقول هنبيع اللي في السلكات ده ونعمر اللي في السلكات تاني. لكن طبعا ما انا ما هديك جوز سايب كده في العشه كده او سايب في المكان واقول لك الجوز ده شغال، لا، ما انا عايز اجربه في السلاكه بعد كده اعرضه لك. ما انا عندي اهو بسم الله ما شاء الله، لما افضي السلكات هشوف جوز زي ده اخد مكان كده زي ما انت شايف بيعشش، النتايه دي شكلها رقدت بيضه، لسه ما شحناش الحمام لحد يعني. بالمناسبة دي مش هنبدأ نشحن الحمام غير يوم السبت، لأن ناس كتير بتحاول تشتري، فأنا هنبدأ إن شاء الله من أول الأسبوع لآخر الأسبوع كل يوم نشحن حاجة. طبعا في طلبات كتير للمنيا، هم أكتر ناس اشتروا مني محافظة المنيا، معرفش ليه. إن شاء الله نحاول نجمعهم في يوم واحد، لأن أنا بشحن لهم في عربية الموبيليا يعني. فهنفضي اللي في السلكات بإذن الله، الأصل اللي هيفضى هنعمر السلكات بحاجة زي كده. معرفش والله هي بتبيض ولا اخبارها ايه. احنا ميعاد البيض دلوقتي، احنا بعد العصر، شكلها كده باضت ولا ايه؟ لسه. القصوص اهي يا جماعه اللي احنا بنجهزها برضو عشان نعمر السلكات تاني. بعد ما نفضي المكان هنعمرها تاني باذن الله، ونبدا من جديد ونعرض من جديد.
البيع بكل امانه، ده اللي انا بنصح الناس اللي هي تبيع بيه. بيع بامانه وقول لي عيوبه واطلب السعر اللي انت عايزه. وبرضه المشتري من حقك تختار، انا بسيبك تختار، محدش بيعمل كده. انا بقول لك ده كذا وده كذا، وبوريه لك في السلاكه كده كل قص بعيوبه، انا مرقمه لك كده. انت عايز احسن من كده، انت بتختار وكانك انت جيت عندي المكان. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.